يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. اليوم موضوعنا لماذا يجب علينا قضاء حوائجنا بالكتمان، وهل فعلا أحاديث الآخرين لها أثر سلبي على النفس وقد تجعلك تفشل في قضاء حوائجك. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأخصائي الاجتماعي الأستاذ حمد ضويان. يا أهلا وسهلا وحياك الله. حياك الله أستاذة تغريد ويا مرحبتين، وعلى ما يقول نحييكم الأستاذة تغريد والأستاذ تركي على ما يقول أنتم في الصباح السعودية منبر هالمجتمع بهالمواضيع الهادفة هنا. الله يرفع قدرك ويعطيك العافية. خير وبركة. الله يبارك. بالبداية ودي أعرف قضاء ليش لازم يكون فيه قضاء الحوائج بالكتمان؟ أولا هالمقولة هذه اشتهرت على أنها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. صحيح. وهناك من صححها وهناك من ضعفها. والبعض يرى أنها أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والبعض يرى أنها من أحد الحكماء. لكن إن كانت حديث أو أثر أو قول حكيم فهي لها ما يعضدها من القرآن الكريم. يوسف عليه السلام والد يعقوب لما رأى يوسف المنام قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذه تعضد هذه المقولة، لأنه فعلا قضاء الحاجة بالكتمان هذا حقيقة توجيه واسلوب ومسلك يضمن حفظ أسرارك. الشيء الثاني سلمك الله الحفظ أو الكتمان الحوائج، أما أن خروج من عين حاسد من العين أو تفويت مشروع. في مشاريع كثيرة كان الإنسان مخطط لها، ولكن لأن أفشى هذه المعلومات تفاجأ إلى أن سبقه ناس قد يكون معه في المجلس، لأن أحيانا تكون فكرة وتعرض هالفكرة أنت في هالمجلس وتفاجأ في ناس يستحسن هالفكرة اللي أنت مخطط لها مثلا كم شهر، ما تفاجأ إلا بعد شهرين هالفكرة ذي على أرض الواقع، والرجل سلمك الله سرقها منك زي السلام عليكم. فأنت اللي تجني على نفسك عن طريق طبعا. في سؤال في بالي، أنت دائما أو إحنا ننصح كثير من الناس إنه يقضوا حوائجهم بالكتمان. طيب متى نشارك الآخرين بحوائجنا أو بنجاحاتنا بسعادتنا؟ يعني متى نقدر إحنا نفرح ونفرح الآخرين اللي حوالينا؟ يعني أنا أعتقد إنه يعني ما نكتمها بشكل كامل، يعني نفرح لحالنا بس يعني. فقل لنا صحيح. متى يعني نشارك؟ كتمانها شوف، أي كتمان أي شيء ما يستمر، لكن بالنسبة هذه طمر يعني فكرتك هذه جدا جميلة، لكن الآية اللي هو قلنا الآن استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يجي واحد يقول طيب الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه بالنسبة للفقرة اللي تكلمين عنها. هم يقولون الآن العلماء أن تكون الكلام بعد حصول هذه النعمة حدث. لأنك إذا حصلت على هالنعمة نوعا ما تجاوزت أنها ما تكون أحد مثلا يعتدي عليها، لكن قبل يجب أن تكون بالكتمان. ونشوف أشياء كثيرة أصلا، كل أشياء كثيرة بدايتها يعني ما أحد يبغى يبين. أحيانا الظرف يتوجب عليك تصل إلى مرحلة لازم تتعلم. يعني واحدة مثلا من خواتنا تزوجت وحملت، ممكن تغطي الشهر الأول، ممكن الثاني، ممكن الثالث، لكن بعدين خلاص يطلع فيبدأ الآن اللي هو وصلت إلى مرحلة خلاص ما تستطيع أنك مثلا أن تكتم. نعم. طيب وش رأيك أنت يعني لما نقول للناس عن أهدافنا، هل هذا الشيء فعلا يكون عائق في تحقيق هذا الهدف؟ شوف، مو بشرط، يعني ما هو شرط أنه يكون عائق إلا إذا كان إنسان عنده نفس التفكير حق ونفس التوجه زي ما قلت، يبي ياخذ هالفكرة وهو يستفيد منها. طيب في نقطة ثانية قد سبق وشفت فيديو يقول لك أنه أكثر الناس لما يفكرون
تمام بتحقيق هدف معين وراح يوصلوا له، هو كثر ما يفكر في الموضوع واجلس أقول لك وأقول لك، العقل الباطني أو الدماغ يحس بالتشبع تجاه هذه الفكرة وأنه فعلا أنجزها، هو أنجزها بالكلام لكن مو بالأفعال. هل هذا الشيء حقيقي ولا لا؟ فيكون فيه قليل بالفعل. هو بالنسبة له يبي يشبع رغبته، أني أنا أتكلم هذا ممكن زي ما تفضلت أنه ممكن يطرحها للناس زيادة أفكار، زيادة جودة، زيادة مثلا أني أنا أستفيد خبرة على أساس أطبق مثلا مشروعي. نعم، هذا بالنسبة كلامك جميل، لكن قد يكون تصادف إنسان حاسد، إنسان حاقد، محبط، إنسان عائن، إنسان ما قلت لك استحسن هالفكرة. ولذلك العين يعني حقه تدخل من ضمن كتمان هذه، كتمان الحاجات، وإن كان ما شيء يربط بالعين. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم. فهذا يخاف. لكن إذا أمن الإنسان العين، أمن الحسد، أمن البيئة اللي هو فيها، ما يعني ممكن تصل إلى مرحلة الاستفادة أو العين والحسد. بالعكس زي ما تفضلت. لكن لربما يكون يعني البيئة اللي حولك آمنة، لكن أنت تكون عدو نفسك بطريقة أخرى، حيث أنك تشبع رغباتك هذه تمام بالحديث دون الفعل. ما يكون عندك اندفاع للتطبيق قصدك. بالضبط، لأن أنا تشبعت من كلام نفسي أني بسوي وبسوي وبسوي. وبلا شك حتى أحيانا أنت الشعور، يعني عندك يا أستاذ تركي مشروع، وعند الأستاذ تغريد مشروع، وما كلمت أحد، وما تفاجأ إلا يطلع إنتاجك ومشروعك أمام الناس، تشوف ردة الفعل إيجابية. ردة فعلهم هذه بالنسبة لك تعتبر إنجاز. لكن إذا كنت متحدث عليه سابقا وصدر هالشيء، بالنسبة لهم ما يمثل شيء، فلذلك ردة إيجابهم تكون فيها نوع من البرود. طيب بالنهاية أستاذ محمد، كيف أنا أحقق أهدافي وسط بيئة سلبية أو وسط أشخاص سلبيين محبطين؟ المشكلة البيئة السلبية هذه هي الإشكال، هي المفروض ما أتكلم حولها، لأن دائما، ولذلك يقول دائما تختار زي البيئة الإيجابية. في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أنا أخالل أو صادق وصاحب ناس سلبيين، عز الله أني صرت سلبي معهم. بالضبط. وإن صرت لا والله إيجابيين، زين، عز الله أني بتفوق. لكن مثل ما تفضلت، يعرف اللي عنده المحيط وش يصير. هل هو إيجابي؟ يا رجال اسحب عليهم وخلك على ما أنت عليه. وجاء قصدي سلبي. إيجابي؟ لا والله الإيجابيين يا أخي أحيانا يعطونك روح معنوية، ويعطونك سمي تشجيع كمان، وتشجيع ودفع، ويخليك مثلا يمكن أشياء ما هي جاية على بالك، تفاجأ له هذا أفكار. الناس كلها ترى أفكار، حتى وإن كان الإنسان مثلا مبدع في عمل، لكن ترى غيرك ممكن تجيك فكرة والله وهو ما هو لمها زين، وترجع تطبقها وترى أنها فعلا لها تأثيرها في المشروع. فعلا. طيب كيف احنا نعين الناس على قضاء حوائجهم؟ بالكتمان يعني؟ والله شلون؟ والله شوفي بالجواد مشكلة ما تقدر تعينه إلا النصح. أنه يعني إذا شفت إنسان عنده فكرة أو عنده مشروع أو عنده أي شيء بالنسبة في الحياة، والله يا فلان أو يا فلانة، ترى السكوت عن هالموضوع إلى أن يطلع أفضل. زي النصح بالنسبة أخذ دورات، لازم يأخذ دورات أنه متى يتكلم ومتى يسكت. مثل ما قلت لك أنا، في أوقات يجب خلاص تتكلم، في أوقات والبيئة لها دور. قضاء الحاجات هذه بالنسبة للشخص، مثل ما تفضلت أنت، قلت كلمة جدا جميلة، أنه عنده حب وشغف ونوع من الغرور، إني أنا يا أخي أبطلع قبل حتى يعني أصير أمام البيئة ذي إني أنا متميز، لكن بالأخير ممكن تنقلب عليك. فلذلك دائما احتفظ بأسرارك، زين، أو لا يصير على ما يقول ولا هو بأي بير تحط سرك فيه. ها هم يقولك الآن سرك في بير،
لا لا لا، شنو البير؟ ممكن سرك ببير سنة قبل الجماعة في البير. في صدر داخل أسرارك في صدرك. الله يعطيك العافيه ويبيض وجهك. انا زوجك معنا في الله صراحه يرفع قدرك السعوديه. ويبارك فيك. نشكر تواجد الاخصائي الاجتماعي الاستاذ حمد ضويان. واسمك العام مشاهدينا، نطلع الى فاصل.